طبعا مؤخرا هنسيب بقى الزمالك والاهلي ونرجع للصفقات ونلقي الضوء على احد اللاعبين. مؤخرا الزمالك ارتبط اسمه جدا باللاعب رزاق سيسي لاعب اسوان اللي انتقل لاسوان في يناير اللي فات في سن 18 سنه وانفجر فجاه وكل الناس بقت بتتكلم عنه وكل الناس بقت عايزاه. واضح ان الزمالك اقترب كتير جدا جدا من رزاق سيسي. يلا نتعرف بشكل مفصل اكتر على مين هو رزاق سيسي. رزاق سيسي هو وينج ليفت اسوان، وينج ليفت مش فروت صريح، عنده 18 سنه. طب هل رزاق سيسي من الوينجات اللي بتدخل ال 18 وبتلعب على الجول وبتشكل خطوره ولا هو مجرد وينج الكره بتجيله وبيرفع؟ يلا نشوف. رزاق سيسي هو الراجل اللي جوه ال 18 ده وهو اللي بيجيب الجول ده كفروت صريح جدا. انا بحب جدا الجناح اللي بيقدر يدخل جوه ال 18. الجناح اللي ما بيدخلش جوه ال 18 بيعمل مشكله لفريقه لان بيسيب فروده لوحده. طبعا قلتها مليون مره مش عايز اكررها لكم تاني بقى. بس خلينا نشوف برضو هل دي حاله فرديه ولا الراجل ده متعود على الدخول جوه ال 18؟ متعود على الدخول جوه ال 18. هل انت متعود برضو يا رزاق سيسي؟ متعود تاني على الدخول جوه ال 18؟ بس هنا كان الادرينالين عالي شويه فعدى شريف اكرامي وعدى الاعلانات. تاني جوه ال 18 بتقلش منه قلشه غريبه جدا، والقلشه دي ليها دلاله بالمناسبه. القلشه دي ليها دلاله هقولها لكم بعدين، لان اللعيب ده بيفقد الكوره بمعدلات اوفر شويه. تاني اللعب على الجول من جوه ال 18 واحد لواحد هايل، بيقدر في لحظات لما بيطلب منه يبقى فيرود، ما يروحش ياخد الكوره ناحيه الخط ويرفع بالعرض، لا جناح انسايد بيلعب لجوه، بيلعب على الجول. هل اللاعب شفناه جوه ال 18 تحركاته فيها شيء من الخطوره؟ طب اللاعب ده الكوره في رجله شكلها ايه؟ تعال نشوف الكوره في رجله شكلها ايه في الواحد لواحد. واحد لواحد بيعدي والسبرنت دايما بيخدمه وبيتسبب في جول. واحد لواحد تاني بيعدي والسبرنت برضه بيخدمه والسبرنت تاني بيخدمه. الستايل ده احنا عارفينه، مهاره مع السرعه، اللعيب الافريقي الكلاسيكي، مهاره وسرعه، السبرنت تاني بيخدمه وتاني المراوغه وبتطلع منه بره، ومع شريف اكرامي طلعت منه بره. عنده سنه زياده رزاق سيسي. واحد لواحد برضه كالعاده بيعدي واحد لواحد. خد بالك المهاره والسرعه مقترنين ببعض، يعني الدريبل موجود وبعد الدريبل عندي من السبرنت ما يسمح لي ان استغل الدريبل واكسب المساحه وابقى قدام اللعيب. انا شايف كنترول جيد على الكوره قدام الاهلي، ده المحك الحقيقه الاساسي، انك تكون قدام الزمالك والاهلي قادر تعمل نفس اللي بتعمله قدام الفرق الثانيه. تاني الواحد لواحد، قوه وسرعه مهاره، قوه سرعه مهاره. محتاج بس يظبط شويه الكوره في رجله، في ميزان حساس كده للعيب الافريقي بالذات بيخلي الكوره بتطول منه قوي، بيبالغ في توقع مستوى سرعته فبيزقها بعيد قوي ما بيلحقهاش، او يزقها بعيد قوي تطلع منه اوت. سن التقل كده لما تحط المعلومه دي جنب فكره ان اللاعب ده عنده 18 سنه it makes sense، صح؟ هل هو جيد في التسديد على المرمى؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. هل انت جيد في التسديد على المرمى؟ عزيزي رزاق سيسي، هل انت جيد في التسديد على المرمى؟ يا ساتر يا رب. رجله تقيله قوي على الجول. خد بالك دايما بين الثلاث خشبات او حوالين الثلاث خشبات، مش ما بيشلتش يعني قوي. تمام. اذا بتتكلم عن نوعيه لاعب. خد بالك دايما انا لما بحب اتكلم عن لاعب هنا هو محور الحديث في الانتقالات، انا مش بدي لك شهاده الضمان بتاعته هو كويس ولا وحش، انا بحاول اعرفك البروفايل بتاعه، الراجل ده شكله هيبقى ايه في الملعب. مما ظهر من رزاق سيسي ومما يبدو لي كمشاهد لرزاق سيسي انه لاعب جيد، صفقه مهمه، بس ما يلعبش السنه الجايه. طب هل ينفع يجي السنه الجايه وما يلعبش؟ لا، انا شايف انه ما يجيش اصلا. انا شايف ان الزمالك يقدر يتعاقد معاه ويعيره، يديله فرصه ينضج شويه. حته بقى الخفه اللي في رجله دي وفقدان الكوره وحته الكهرباء الزايده دي بتيجي بالوقت، بتيجي بالخبره. فالزمالك لو انا بصراحه لو انا عضو مجلس اداره في الزمالك او رئيس نادي الزمالك او باخد القرار، اديه لنادي من الانديه المتعاونه معايا في موسم الانتقالات كمكافاه ليهم، اقول لهم خدوا الراجل ده اشتغلوا بيه السنه دي
وتقدر الزمالك يستفيد بيه بعد كده في الموسم الجاي. لعيب كويس، كويس، سنه كويس، سنه كويس جدا، يلعب السنه الجايه لا، لو راح الزمالك السنه الجايه هتنقضي الامال حواليه، هيلعب في مره مش هيلعب كويس، لا ده وحش، لا ده مش عارف ايه، لا مشيه. محتاج يتقل شويه في الملعب ويتقل في الدوري المصري، ما يطلعش بره، يتقل في الدوري المصري ثم يجي الزمالك السنه اللي بعدها. هذا من وجهه نظري والله اعلم.